السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بحضراتكم مع بعض في سلسلة الإكسترا هومورك اللي من خلالها بنراجع كل اللي فات من خلال كام سؤال. حضرتك بتحاول وبعدين بتسمع كلامي فبتتذكر كل أسبوع بإذن الله. ربنا يكرمنا ونفضل ماشيين بنفس المنوال. A tuning fork is making 3600 vibrations in 12 seconds. What is the frequency? اوكي يا عم دي سهلة قوي. فيبقى الفريكونسي بيساوي number of oscillations أو vibrations, number of oscillations or vibrations 3600 divided by 12 فيطلع على 12 فيها 1 على 12 فيها 3 فتطلع 300 هرتز. بسيطة بنتخيل من خلالها أو بنتذكر من خلالها إزاي بنجيب الفريكونسي number of vibrations number of cycles على التايم. أوكي اللي بعده sound source generates 90 oscillations each 3 seconds. أوكي يبقى احنا محتاجين نجيب الفريكونسي الأول. يبقى الفريكونسي equals 90 oscillations over 3 فتطلع ب 30 هرتز. ده الفريكونسي. اوكي given that sound waves travel بسبيد equals 340 meters per second in air. Calculate the distance between the centers of rarefaction and successive compression. هنا نتذكر مبدئيا انه sound waves، وطالما sound waves فلازم يبقى series of compressions and rarefaction. طب ايه رأيك تيجي نجيب لامدا بتساوي V على نيو. الفي بكام؟ ب 340 والفريكوانسي ب 30 فنجيب لامدا بتساوي مع بعض كده 340 divided by 30 فتطلع اللامدا ذات نفسها بتساوي 11.3 meters. لامدا اللي هي الويف لينث لساوند ويف اللي هو sound waves اللي هي تبقى longitudinal waves composed of series of compressions and rarefaction. فالويف لينث it is the distance between the centers of two successive compressions or the centers of two successive rarefaction. ولهذا هو عايز ما بين centers of rarefaction and successive compression يبقى عايز half لامدا. تبقى half لامدا بتساوي نص الرقم ده اللي هو يطلع ب 5.67 متر ولا من شاف ولا من دري. اوكي اللي بعده What is the range of wavelengths of sound a human ear can hear underwater, knowing that the range of frequencies a human ear can detect from 20 hertz to 20,000 hertz. Speed of sound in air underwater is 1500. هو كان عايزها فين؟ human ear كان underwater، كان عايز يشوف تقدر تسمع underwater اخبارها ايه. طيب تعالى لي معايا الفريكوانسي ومعايا سبيد. يبقى الويف لينث لامدا بتساوي V over نيو. يبقى لامدا 1 بتساوي V 1500 دي السبيد اوف ساوند اند ووتر اوفر الفريكوانسي ب 20. اطير دي مع دي فتصبح بتساوي 750 متر 75 متر. 75 متر تمام. ده اقل فريكوانسي يبقى ده اعلى ويف لينث. وارجع تاني لامدا بتساوي V على نيو 340 divided by 20 times 10 to the power of 3 ماشي فتطلع 17 times 10 to the power of negative 3. ايه اللي انا عملته ده يا جماعه؟ لا ما قلنا بقى هو مش عايز. انا بعتذر انا استخدمت مين؟ السبيد
of sound and air، ولكن الراجل عايز water. أنا آسف. 1500 divided by الفريكونسي 20,000، فيطلع 1500 divided by 20,000، فتطلع بتساوي 0.075 متر. يبقى لما أعلى فريكونسي ودنا بتقدر تسمعه عنده أعلى ويفلنس ان ووتر، أصغر ويفلنس ان ووتر 0.075 متر. أوكي. Two sound waves are propagating in the same medium in which speed of sound is constant if the frequency of the first wave 320. خلي بالك، طالما عندي two waves يبقى إذا هما two frequencies. الأولانية ب 320 Hz. The frequency of the second 531 Hz. And the wave length of the first wave greater than that of the second wave by 1/3 meter. What is the speed of sound? حلو. هنا بقى حضرتك بقينا بنعمل ايه؟ بقينا سعادتك محتاجين نسكتش كده واحدة واحدة. أولا أنا معايا ايه؟ معايا two waves، الأولانية والتانية. الويف الأولانية الفريكونسي بتاعتها 320 هرتز، والتانية 531 هرتز. كويس. If the frequency بكذا and the second بكذا، the wavelength of the first wave greater than the second by 1/3 meter. كويس. يبقى لو الويفلنس هنا لامدا، هنا الويفلنس لامدا بلس 1/3 أزيد منها ب 1/3 متر. حلوة قوي. خلاص. What is the speed of sound wave in كذا؟ جميل. مبدئيا أنا دلوقتي يا عظمائنا أنا عرفت إن التو ويفز ماشيين في نفس الميديم، فيبقى الفي الأولانية بتساوي الفي الثانية. Speed of sound in the first medium equals speed of sound in the second medium. أنا معايا two waves ماشيين في نفس الميديم. كويس. لامدا اللي هي بكام هنا؟ لامدا بلس 1/3 الفريكونسي بتاعها 320 equals 531 times لامدا. الله. ايه رأيكم نديفايد both sides على 320 over 320 عشان اخلص من دي، فبقت بتساوي 531 divided by 320 فتديني هنا رقم اللي هو كام؟ approximately 1.66 لامدا. بتساوي مين؟ لامدا بلس 1/3. نعمل ايه؟ ودي اللامدا هناك بالماينس، بقت 1/3 equals 1.66 لامدا ماينس لامدا. حلو. يبقى 1.66 minus 1 فتطلع 0.66 لامدا equals 1/3. يبقى لامدا ذات نفسها بتساوي كام؟ عشان نخلص منها واحدة واحدة، بتساوي 1/3 divided by 0.66. اوكي، 1/3 divided by 0.66 فيديني رقم ان اللامدا بتساوي 0.505 متر. ايه رأيكم؟ هو الباشا انتوا ناسين انه كان عايز ايه؟ افكركم. بيقول لي ايه؟ What is the speed of sound in that medium؟ يبقى هو عايز الفي، اوعى تنسى. فاقول الفي equals لامدا نيو. حلو. خلي بالك بقى، لو خدت الفريكونسي ب 531 وده يبقى الاسهل، هيبقى الويفلنس لامدا اللي هي 0.505 يبقى بتساوي تايمز 531 فيديني يا سعادة البشوات 268.18 او 0.2 متر بير سكند. اراجع معاكم. يبقى الاول احنا اتفقنا ان انا كان معايا تو ويفز،
والتو ويفز ماشيين في نفس الميديم. كويس. ويف ب 320 والثانيه 531 تو ساوند ويفز. الويف لينث بتاع الاولى يزيد عن الثانيه ب 1 اوفر 3 متر، فعملت لو دي لامدا يبقى دي لامدا بلس 1 اوفر 3. قلت بقى هنا هبدا اشتغل الفي في الميديم الاولاني بتساوي الفي في الميديم الثاني، يبقى لامدا نيو 531 لامدا بتساوي لامدا بلس 1 اوفر 3 320 اللي هي لامدا نيو. نظفت الايكويشن وصلت ان قيمه اللامدا 0.505. الراجل كان بيسالني على سبيد اوف ساوند، فحاجه من الاثنين، يا تجيبها في الميديم ده يا في الميديم ده. انا قررت الميديم ده الاسهل. اشمعنى؟ عشان ما اخشش في الحته ديت ان اقول لامدا بلس 1 اوفر 3، وان كان لازم الاثنين يطلعوا بنفس الفاليو الا يبقى احنا بنهرج او انت بتهرج. اوكي. ratio between periodic time and frequency، ده من الاسئله الحلوه قوي اللي دايما هتلاقوها في اخر السنه واحنا او اخر الترم واحنا بنحل امتحانات، كل مره بنجيب واحده شبهها وبنغير الارقام. ratio between periodic time and frequency of an oscillating object is كذا. What is the number of oscillations which the object will complete in 35 seconds؟ بسم الله، واحدة واحدة كده هنقرا مع بعض ونشوف الراجل ده بيقول ايه. The ratio between periodic time and the frequency equals 1 over 238. بص لي بقى، في حاجة كده هو كاتبها هفهمها لك جت منين. دلوقتي هنا الشطارة، هو بيسألني على number of oscillations، يبقى أنا محتاج الفريكونسي، فهتخلص من البريودك تايم. طب اتخلص من البريودك تايم ازاي؟ اعين البريودك تايم واسميه 1 على فريكونسي، اوعى تنسى ان عندي في الدينومينيتور فريكونسي بتساوي 1 اوفر 238. بص بقى، بقت 1 اوفر فريكونسي سكوير بتساوي 1 اوفر 238. على فكره بالمناسبه، علشان كده ايه اللي بيحصل؟ لو انا قلت 1 على فريكونسي سكوير دي بيساوي بريودك تايم سكوير، عشان كده البريودك تايم سكوير ده هيبقى هنا كاتب لي سكند باور 2. لو حد بيسال ليه الاس باور 2 ديت، هي سكند باور 2 اللي هي 1 على فريكونسي سكوير هي البريودك تايم سكوير. كويس. افهم من كده ان الفريكونسي سكوير ده بتساوي 238، يبقى الفريكونسي بس بتساوي سكوير روت ل 238، فتطلع بتساوي 15.43 هرتز. تاني سكوير روت ل 238 فيطلع الفريكونسي 14.43 approximately هرتز. جميل. ركز بقى، الراجل كان عايز ايه؟ اوعى تفكر ان احنا خلصنا. الراجل كان بيقول لي ايه؟ What is the number of oscillations which the object will complete in 35 seconds؟ تعرف ان الفريكوانسي بيساوي number of cycles على التايم. الراجل بيسأل على النمبر اوف سايكلز، يبقى بتساوي الفريكوانسي ملتبلايد باي التايم. احنا عندنا فريكوانسي جبناه بكام؟ 15.43 والتايم اللي هو عايزه في 35 seconds، فيبقى النمبر اوف اوسيليشنز 15.43 times 35 فيديني كام يا باشوات؟ 539.9، يعني approximately 540 vibrations او سايكلز. عدد السايكلز اللي هتتكون في 35 seconds هذا هو النمبر يا باشوات. ركز وفكر فيها تاني وحلها تاني، وزي ما قلت لك هتتكرر علينا كتير جدا قدام. Which of the following diagrams represents
a transverse wave. Transverse waves, particles of the medium vibrate perpendicular to wave propagation. طب بص كده، ده الدايركشن of wave propagation وهنا الدايركشن of molecules vibration. فيبقى الإجابة وانت مغمض عينيك هتبقى letter C اللي هو particles of the medium vibrate perpendicular to wave propagation. Particles of the medium vibrate perpendicular to wave propagation. Okay. في question number 7, a light ray falls on a mirror A as shown in the figure to be reflected onto mirror B. What is the angle of incidence of the light ray on mirror B? Okay. هنعمل سكتش ونرسم. احلى حاجه انك انت لما ترسم، هو اصلا يعني انا لا اتخيل حد بيجاوب من غير ما يرسم، لا اتخيل. طيب الانجل هنا بكام؟ ب 63 والري نازل اهو بانجل مقدارها 42. نعمل ايه؟ نعمل نورمال، ونورمال يعني اللاين بيربنديكولار تو ذا ميرور عند البوينت اوف انسيدنس. وبكده لو دي ب 42 يبقى دي ب 48 ديجريز. يحصل ايه للري؟ يرفلكتس بانجل اوف ريفليكشن مقدارها كام؟ 48. جميل جميل جميل. لو دي ب 48 يبقى المستخبيه هنا ب 42. حلوه قوي يا شبابنا. تعالوا بقى نجيب الاخرانيه اللي هنا. 42 بلس 63 ماينس 180 فيديني الانجل المستخبيه هنا ب 75. شبابنا العظماء ايه رايكم؟ نيجي هنا بقى نعمل نورمال، فاصبحت الانجل دي كلها بكام؟ ب 90. يبقى الانجل اللي هنا اللي هي الانجل اوف انسيدنس ما بين الري والنورمال فتبقى بكام؟ ب 15 ديجريز. فالراجل بيسالني دي الميرور بي، الانجل اوف انسيدنس على ميرور بي فهتطلع بكام؟ 15 ديجريز. شكرا يا باشوات. اللي بعده the absolute refractive index of water 1.33 and the absolute refractive index of benzene 1.5. Calculate the relative refractive index from water to benzene. يبقى الريلاتيف ريفراكتيف اندكس ان اللي رايح له على ان اللي جاي منه. فيبقى رايح لبنزين 1.5 جاي من مين؟ من ووتر 1.33. فتطلع الريلاتيف ريفراكتيف اندكس 1.5 divided by 1.33. فكل سنه وحضرتك بخير. فتطلع ب 1. approximately 1.3 او 1.127 and so on. اوكي 1.13 ومالوش يونت لان الريلاتيف ريفراكتيف اندكس ratio between two similar quantities اللي هي speed of light in the first medium and speed of light in the second medium. اللي بعده بصوا لي بيقول لي ايه؟ when a wave moves between two different media which of the following is true. يبقى في ويفايه بتتحرك ما بين two different media. اوكي the wave velocity remains constant. نقول له الكلام ده عند السيده الفاضله مترتر. ليه؟ لان طالما الميديا متغير يبقى لازم السبيد تتغير. طب يا ترى both the wave velocity and the frequency remains constant. نقول له الفريكوانسي ريمينز كونستانت دي معقوله، لكن الفيلوسيتي ريمينز كونستانت برضه عند السيده الفاضله مترتر. both wave velocity and the frequency changes. السبيد تتغير او الفيلوسيتي تتغير ولكن الفريكوانسي لا، فيبقى ده غلط. فيبقى هنا بقى الاجابه the wave velocity changes. ايوه طالما الميديا متغير فالسرعه تتغير while the wave frequency remains constant. This is a correct statement. فتبقى الاجابه letter D.
اللي بعده a cube is made of transparent material. A light ray moves in air and falls at an angle 45 on the cube face and emerges from the opposite face. The cube has a refractive index 1.49. What is the ratio between the angle of emergence and the angle of refraction from the first surface؟ ونشوف ايه اللي هيحصل. تعالوا لي نرسم ونتخيل ايها العظماء. دلوقتي لو انا معايا rectangular glass block بالشكل ده اهو، absolute refractive index 1.49، وبعدين الري نازل يا شبابنا بانجل مقدارها 45، فكان نفسه منعينه يمشي على طول ولكنه هيرفراكت يجي كده يأمرج. خلي بالك في الريكتانجلر جلاس بلوك او كيوب زي ما قال الانجل اوف انسيدنس بتساوي الانجل اوف اميرجنس. الانجل اوف انسيدنس بتساوي الانجل اوف ايه؟ اميرجنس. فتبقى هنا دي ب 45. الري اللي نازل واللي ياه يلا بقى ما تقرفناش، واللي خارج المفروض يبقوا باراليل لبعض، فتبقى دي ب 45. كويس. الباشا عايز ايه؟ What is the ratio between angle of emergence؟ طبعا احنا عرفنا انها ب 45. ليه؟ زي ما قلت لك دي من خواص الريكتانجلر جلاس بلوك ان الانجل اوف انسيدنس بتساوي الانجل اوف emergence. كويس. عايز الريشيو between angle of emergence and angle of refraction from the first side. طيب ما تيجي نجيب الانجل اوف ريفراكشن هنا اللي هنسميها سيتا. طب بص لي بقى هنا الري جاي من اير ورايح مثلا لماتيريال بتاعت الكيوب وليكن جلاس مثلا، يبقى بتساوي ان جلاس على ان اير اللي بتساوي ساين فاي على ساين سيتا. يبقى 1.49 اوفر 1 بتساوي ساين فاي اوفر ساين سيتا. فتبقى ساين سيتا بتساوي كام؟ ها ساين 45 divided by 1.49. طب تعالوا كده نشوفها. يبقى إذا sin 45 divided by 1.49 فيطلع لي رقم 0.474. نعمل له شيفت الساين عشان اجيب سيتا ذات نفسها، فتطلع سيتا بتساوي 28.3. عايز اتاكد عشان ساعات كده بيهبل، فيبقى كام؟ sin 45 divided by 1.49 فتطلع رقم 0.47. شيفت ساين للرقم ده فتبقى الانجل 28.33. اوعى تنسى الراجل عايز مين؟ الانجل اوف emergence اللي هي ب 45 divided by 28.33 فيطلع لي برقم اللي هو 1.588. يعني ممكن اقول approximately 1.59. يا محترمين تعالوا كده نشوف الاختيارات اللي موجوده قدامنا ايه. الاختيارات اللي موجوده عشان نختار منها. تمام. فيبقى الاختيارات اللي تنفعني وتتماشى معايا 1.59 بالفعل ايها العظماء. طيب اوكي اللي بعديه. In the figure a light ray is moving from air to a piece of material X. Calculate the refractive index of that material. شايفين؟ واحدة واحدة كده نتوكل على الله ونرسم ونشتغل. بحب الطلبة تعمل كده واحلى من كده ان شاء الله. الري جاي اهو نازل مديني الانجل دي ب 30 تبقى دي ب 60 اللي هي الانجل اوف انسيدنس. ال 30 دي ولا اعرفها. جاي من اير لماتيريال اكس اللي ما اعرفهاش تولع. المهم انه جاي من اير اسرع حاجه في الدنيا. كان نفسه بدعينه يمشي كده ولكنه جاي من اير لاي ماتيريال فهيرفراكت تورد ذا نورمال بالشكل ده. اوكي يديك ان الحته دي A و B، فالحته دي ب 5 سنتيمتر ودي ب 7.2.
ايه رايكم؟ الانجل دي طبعا ب 90. ايه رايكم نجيب سيتا؟ سيتا بتساوي tan سيتا بتساوي opposite over adjacent 7.2. فنجيب 5 divided by 7.2 فتطلع لي برقم شيفت التان عشان اجيب سيتا نفسها، فتطلع سيتا نفسها بتساوي كام؟ 34.77. يبقى دي 34.77. اوكي، هو الباشا عايز ايه يا شبابنا؟ بيقول لي وات از ذا ريفراكتيف اندكس. طيب يبقى هو جاي من اير لاكس، يبقى بتساوي ان اكس على ان اير اللي بتساوي ساين فاي على ساين سيتا. يبقى الابسوليوت ريفراكتيف اندكس اوف اكس بيساوي ساين فاي بكام يا شباب؟ ب 60 اوفر ساين 34.77 فتطلع بتساوي ثواني كده، يبقى ساين 60 divided by open bracket sine 34.77 فتطلع بتساوي 1.5 نقول 2 approximately 1.52 فراح لابسوليوت ريفراكتيف اندكس اعلى من الاير طبيعي، وتبقى عارف ان السبيد اوف لايت في الميديم اكس هتبقى اقل من الاير، ده اكيد فور شور. وهنا يبقى النهارده حلينا مع بعض 11 سؤال من اول نقطه لحد اخر نقطه. النهارده افتكرنا مع بعض شويه معلومات، ويا رب دمها علينا نعمة كده كل اسبوع نجيب من اول نقطة لحد اخر نقطة احنا واقفين عندها باذن الله. لا يسعنا نقول غير حاجة واحدة بس، الاوقات الحلوة بتعدي بسرعة، هتوحشونا، مع السلامة.